السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بكلمك عزيزي المهتم بأسوان وجمال أسوان ومعالم أسوان، بكلمك على مقبرة أغا خان. النهاردة بيمر 25 عام على إغلاق مقبرة أغا خان الشهيرة في أسوان أمام زوارها بقرار من الأمير كريم صدر الدين خان نياز أغا خان، بناء على طلب من البيجوم أم حبيبة قرينة أغا خان، وذلك قبل وفاتها، لأنها شكت لأغا خان من ضجيج وصخب الزيارات للمقبرة، فقالت لابنها نقفل المقبرة. طيب للي ما يعرفش أغا خان بقى في أسوان، عايزين نكلمه نعرفه من هو أغا خان. الحقيقة إن أغا خان وهو السير سلطان محمد شاه الحسيني إمام طائفة الشيعة الإسماعيلية النزارية، عاشق هو وزوجته البيجوم أم حبيبة أسوان وجمال طبيعتها، وكانت المدينة اللي بيسترد أغا خان فيها صحته بسبب معاناته المتكررة من التهاب في المفاصل والروماتيزم. وتكررت الزيارات بناء على نصيحة أحد حكماء النوبة له بتجربة الدفن في الرمال، ولأن الطبيب كمان كان نصحه كده، الطبيب اللي كان بيعالجه، اللي هو يدفن نفسه جسمه في الرمال بتاعت أسوان، الرمال الجميلة بتاعت أسوان. وبتكشف الوقائع عن طلب أغا خان من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر شراء جبل أسوان الغربي ليعيش فيه ويدفن فيه، إلى أن عبد الناصر قام بإهداء قطعة الأرض في الموقع ذاته تقديرا لمكانته الدولية، فقد كان يتبعه الملايين من طائفة الشيعة الإسماعيلية من المسلمين حول العالم. وكان أغا خان قد مثل وطنه الهند في عصبة الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة حاليا، اللي تقلد منصب أمينها العام في الفترة من 1934 ل 1937. طيب وتعد السيدة الفرنسية فيفيت لابروس هي زوجته الرابعة، بتزوجها بعد قصة حب كبيرة وأشهرت إسلامها، وأطلق عليها اسم البيجوم أم حبيبة، مما يعني أم الطائفة الإسماعيلية. وقد حرصت البيجوم بعد وفاة زوجها أغا خان، وبناء على وصيته على بناء مقبرة على الطراز الفاطمي بالجبل الغربي بأسوان ليدفن فيها أغا خان. ومن بعدها وبناء على وصيته أيضا تولى إمامة الطائفة الإسماعيلية حفيده الأمير كريم أغا خان، كريم الحسيني أغا خان، ليكون الإمام التاسع والأربعين. طب هو عنده ولد تاني اسمه، ما تنسوش اسمه، علي أغا خان، اللي هو اتجوز مع الممثلة ريتا هاورد. بنتكلم في 15 ديسمبر 1996 كان الأمير كريم بيزور زوجة جده البيجوم التي كانت حريصة على قضاء أشهر الشتاء في أسوان في فيلا دار السلام، في فيلا بتاعتهم هناك اسمها دار السلام اللي بناها الأغا خان هناك. وتصادف وصوله مع بداية زيارة لمجموعة من الطلبة للمقبرة، وكانت المجموعة في حالة صخب شديد، مما دفع البيجوم لمطالبة الأغا خان الحفيد بإغلاق المقبرة أمام الزوار، واستجاب لها لتظل مغلقة حتى اليوم. بكلمكم النهاردة في 2022 في يناير، المقبرة مغلقة لغاية النهاردة. طيب معروف ان لقب أغا خان هو مصطلح فارسي معناه الزعيم الكبير، وهو لقب منح لإمام الطائفة الإسماعيلية، لأن أغا خان كان من الطائفة الإسماعيلية وزعيمها الديني كمان. أغا خان تزوج 4 من النساء، أخلص لهن، وكان بيحتفظ بزوجة واحدة ولم يجمع بينهن أو بين زوجاته. الزوجة الأولى كانت إيرانية طلقها دون إنجاب، والزوجة الثانية إيطالية اسمها تيريزا ماكليانو، وتزوجها عام 1909 وأنجبت له ابنه الأكبر علي أغا خان. علي أغا خان ده والد الأمير كريم أغا خان الحالي، ثم أنجب ولدا ثانيا ولكنه توفى ومات عام 1928. أما زوجته الثالثة فكانت فرنسية اللي هي اسمها أندريكا رو، تزوجها عام 1929.
وأنجبت له ابنه الأصغر صدر الدين أغا خان، وطلقها سنة 1940. أما آخر زوجاته بقى فهي البيجوم أم حبيبة، وهي فرنسية الجنسية، ونالت لقب ملكة جمال الريفيرا سنة 1930. أبوها والدها كان بيعمل سواق للترماي، أما والدتها فكانت خياطة متمرسة، يعني من أسرة على قدها، تقدم خدماتها للنخبة الفرنسية. وقد اقترن بها بعد قصة حب عام 1942، وكانت تلازمه في رحلاته، واتفقا على حب مصر وأسوان. السلطان محمد شاه أغا خان توفى بأسوان ودفن بأسوان في 11 يوليو 1957 في فيلته التي يملكها في أسوان. البيجوم بقى بعد ما هو مات، بعد ما جوزها الأغا خان مات، تعهدت البيجوم اللي هي أم حبيبة زوجته الفرنسية ببناء مقبرته الشهيرة التي صممها ونفذها شيخ المعماريين العرب ورائد العمارة الإسلامية فريد شافعي الله يرحمه، أستاذ العمارة في مصر ذلك الوقت، الذي جعل من المقبرة تحفة معمارية ومزارا سياحيا هائلا. وإن الأغا خان دفن في ضريحه بعد عامين من وفاته بإغلاق المقبرة أمام الزوار، واستجاب لها لتظل مغلقة حتى اليوم. بكلمكم النهاردة في 2022 في يناير، المقبرة مغلقة لغاية النهاردة. طيب معروف والد الأغا خان هو الأمير أغا علي شاه، تزوج من الأميرة نواب علي شمس الملوك عام 1867، وعاش في مدينة كراتشي، يعني الجد بقى الكبير كان قاعد في مدينة كراتشي، وأنجب محمد شاه أغا خان. محمد شاه أغا خان في نوفمبر 1877، وبعد 8 أعوام توفى والده، وترعرع أغا خان في الهند، حيث تعلم تاريخ إيران التي ترجع له أصوله، وتعلم اللغات الفارسية والعربية والإنجليزية والفرنسية. ولما بلغ 16 سنة تولى مسؤولية شؤون الطائفة الإسماعيلية. البيجوم بقى زوجته البيجوم أم حبيبة من بعد وبعدين عايز أقول لكم أم حبيبة ليه سميت أم حبيبة؟ على فكرة ده الأسوانيين هم اللي سموها أم حبيبة، لأنها كانت بتعطف عليهم كتير. من بعد الزواج كانت بتصعد كل صباح إلى مقبرته لتزوره وتضع وردة حمراء بعد وفاته، وفي حالة غيابها كانت تكلف أحد العمال بوضع وردة حمراء كل يوم على مقبرة زوجها المتوفي أغا خان. وتوفت البيجوم في لوكاني بفرنسا في 1 يوليو سنة 2000، يعني ما فيش 20 سنة فاتت، 22 سنة، عن عمر يجاوز 94 سنة. ثم تم نقلها بعد ذلك، نقل جثمانها إلى أسوان لترقد بجوار زوجها حسب أمنيتها. طيب، أما الأمير كريم أغا خان فهو الإمام التاسع والأربعين للطائفة الإسماعيلية، وهو من مواليد جنيف عام 1936، ووالده الأمير علي خان تعلم في مدارس سويسرا، وتخرج من جامعة هارفارد عام 1959، وكان متخصص في التاريخ الإسلامي، وبيحمل درجة الدكتوراه في القانون من جامعة حيدر أباد باكستان. بشكركم جدا على الاستماع للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو آخر إن شاء الله.